لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في يعني اتفضل يا اخي والله انا نسيت ربنا يبارك فيك معايا كلام عن رمضان بقى والاكل والشرب خلاني فقدت الذاكره. اتفضل يا اخي. ولا شيء حاضر. هو سمى نفسه عبد الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. يعني اخ جاء واختار هذا المكان المبارك وهو مكان مبارك فعلا. جاء ليعلن التوحيد لله عز وجل ويسلم لله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللي يحب ينظر لرجل ليس عليه خطيئة ولا سيئة أبيض من الثلج ومن اللبن فلينظر له إن شاء الله جل وعلا. ده حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان بمجرد ما يسلم لله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى تتبدل كل الذنوب بتاعته إلى حسنات. طبعا يا ريت تكون ذنوبك كتيرة كده عشان يبقى حسنات كتيرة إن شاء الله. فربنا يحفظه ويثبته. بنقول له وصية صغيرة، بنقول له إسلامك في هذه الليلة المباركة معناها ان انت بدأت تتحمل تكاليف هذا الدين العظيم، وان انت مطالب اقبل هذه الشخص، وان انت مطالب منذ هذه اللحظة بأن تتعلم دين الله عز وجل وأن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. مطالب هذه اللحظة ان انت تجتهد في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله عز وجل. وده من كرم ربنا سبحانه وتعالى عليك ان انت يعني اسلمت قبل دخول شهر رمضان عشان تدرك اول شهر والتصوير لله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منا ومنه ويثبته ان شاء الله على الايمان وعلى التوحيد. ربنا يجمعنا دايما على اتفضل. الاسم يا شيخ. الاسم الاصلي الاسم الاصلي سامع الاسم ده والاسم دلوقتي عبد الرحمن. نسال الله ان يجعله عبدا للرحمن سبحانه وتعالى. ربنا يقر اعيننا جميعا بعز الاسلام ونصره المسلمين ان شاء الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين